مساء الخير عليكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا بخير وبأحسن حال يا رب. انا عارفة ان المدارس بدأت فكل الناس مشغولة، بس مفيش مانع ان احنا نفصل كده شوية ونتفرج على حاجة جديدة، حاجة كده مختلفة. انا جات لي دعوة من اليوتيوب ان احضر حفلة اعملها في مصر، حفلة ضخمة جدا. وطبعا ما كانش ينفع ان انا ما اروحش او ان انا اتأخر عن الدعوة. وانتوا عارفين ان انا اي مكان بروحه او بزوره كده بحب انقل لكم التجربه، واكنكم خرجتوا معايا واتفرجتوا كده واتفسحتوا معايا شويه. النهارده الفيديو بتاعنا حلو جدا جدا للناس اللي بتحب تزور الاماكن الحلوه في البلد، والناس اللي بتحب تشوف اماكن ما شافتهاش قبل كده وحاجات مختلفه. قصر جزيره الذهب. عايزه بس كده في الاول اعرفكم اللي حصل معايا بالظبط وازاي رحت المكان ده. القصر ده اللي انا روحته دوت اللي بيتصور فيه مسلسلات كتيره جدا وافلام كتير، وبيتعمل فيه لقاءات تلفزيونيه كتير قوي. وناس كتير بتسأل هل اصلا متاح ان هو يبقى فيه زياره القصر دوت، ايه رسوم الدخول، ايه مواعيد الزياره. ناس كتير بتسأل عن الموضوع ده. بس انا اصلا ما كنتش رايحه زياره، انا كانت جايلي دعوه من اليوتيوب ان احضر حفله في قصر جزيره الذهب. وطبعا دي حاجه كبيره جدا، ما كانش ينفع ان انا ارفض الدعوه دي او ان انا ما اروحش. ان اليوتيوب عامل حفله بتتعمل في مصر كل فتره كبيره جدا، كل كام سنه مره. وان اليوتيوب يبقى مجمع اليوتيوبر المميزين، يبعت لهم دعوات ان هم يتقابلوا مع بعض، يشاركوا بعض الافكار، يتعرفوا على بعض كمان، لان مش كل الناس عارفه بعضها. طبعا ده بيبقى مجمع محافظات مصر كلها، يعني ده مش القاهرة بس. يعني أنا مثلا أنا جاية من اسكندرية للقاهرة، زي ما انتوا شايفين كده طريق السفر من اسكندرية للقاهرة. وطبعا كان في ناس كتيرة جدا من محافظات مختلفة، اللي جاي بقى من كل المحافظات واللي جاي من القاهرة نفسها. فعشان كده هو اختار المكان ده اللي هو قصر جزيرة الذهب. يعني مكان ما شاء الله كبير جدا جدا، والمساحة بتاعته كويسة قوي، الجاردن بتاعته اللي كانوا عاملين فيها الحفلة يعني بجد كانت كبيرة قوي. وعايزه اقول لكم على حاجه، ان اليوتيوب لما جه يختار الاعضاء اللي يحضروا الحفله دي او اللي هيبعت لهم دعوات، مش شرط خالص ان هو يختار الناس اصحاب القنوات الكبيره، لا كان مختار ناس من كل الفئات، يعني اصحاب قنوات كبيره جدا ما شاء الله، قنوات عاليه قوي قوي، في قنوات وسط، في قنوات لسه بتبدا محتوى. فهو يعني اليوتيوب كده ليه خوارزميات بيختار بطريقه معينه، عشان ما حدش يقول مثلا طب ليه فلان ما حضرش الحفله او ليه فلان ما حضرش الحفله. فهي دي حاجة احنا مش بنبقى عارفينها اصلا، يعني احنا عادي بنبقى قاعدين كده بنلاقي دعوة من اليوتيوب فيها تحضر حفلة يوم كذا في مكان كذا. مش شرط حاجة معينة. تمام. طبعا انا شفت في الحفلة دي او قابلت اصحاب قنوات ما شاء الله كبيرة جدا. طبعا قابلت محمد حوارات وآلاء حوارات، يعني ربنا يشفيها ويعافيها يا رب، تعبانة. قابلت زياد ابن ام زياد. قابلت التوينز هيكل والتوينز التاني علي غزلان. وقابلت شاور وعبد الله العنان، طبعا صاحب قناه شارع العلوم، قناه مشهوره جدا وكبيره جدا ما شاء الله. وقابلت ناس كتيره جدا انتوا بتتابعوهم وبتحبوهم لانهم مشهورين ومعروفين، فشوفوهم كده معايا النهارده في الحفله. عايزه اقول لكم ان قصر جزيره الدهب ده موجود في المعادي. زي ما انتم شايفين هي جزيره الدهب معروفه طبعا في وسط النيل. احنا بنوصل كده عند شط النيل كده في منطقه معينه في المعادي، وبتكون المركب دي مستنيانا. طبعا المركب دي تبع القصر، بتكون مستنيه اي يوتيوبر هيجي، بتوصله الناحية التانية عند القصر. تمام كده. فهي واقفة بتوصل الناس، بتروح توصل عند القصر وبترجع تاني على الشط تاخد اي حد جه تاني. بتكون طبعا مستنية ان هي تبقى تتملي كلها وتوصل وترجع تاني، مش بتوصل واحد واحد، فاهمين؟ فانا هنا كنت راكبة المركب في النيل. عايزة اقول لكم احساس ممتع ورائع بجد. يعني الجو كان جميل جدا جدا اليوم ده. الحفلة كانت الساعة 7 بالليل، كانت تعتبر من 7 ل12. بس أنا كنت رايحة بدري شوية، كنت رايحة تقريبا على الساعة 5. كنت رايحة بدري شوية ليه؟ كنت عايزة أروح المكان كده بالنهار والشمس طالعة، دي حاجة. عايزة أصور الأماكن كلها والدنيا منورة، طبعا غير اللي هي بتكون وقت الليل مش بتكون الأماكن ظاهرة قوي، مش بتكون المية بالجمال ده زي ما انتوا شايفين شكل الزرع والشجر والحاجات دي، مش بتكون طبعا بجمال النهار. وحاجه كمان ان انا كمان جايه من سفر، قلت لكم ان انا جايه من اسكندريه للقاهره، فطبعا ما اضمنش ظروف المواصلات، ما اضمنش الطريق، ما اضمنش كل الكلام ده. فان انا اروح بدري وان انا استنى ان الحفله تبدا واصور براحتي الاماكن كلها وهي لسه كده فاضيه شويه وفي هدوء شويه، قبل بقى زحمه الحفله والكلام ده كله، انتوا فاهمين يعني. فهنا كنت وصلت كده عند القصر وهندخل بقى. لما دخلنا كانت لسه الناس بتظبط في حاجة الحفلة، بيفرشوا لسه الحاجات وبيحطوا الديكورات وبيحطوا الأنوار والكلام ده كله. فده اداني فرصة واداني مساحة ووقت ان انا اصور القصر واصور الحاجات دي كلها من جوه. فبجد يعني ان انا اروح المكان ده بدري بجد كان
يعني اختيار موفق جدا ان انا اعمل كده، ما دخلش على الحفله على طول. غير الناس اللي جت متاخره، جت على الساعه 7، كانت داخله على الحفله على طول، ما عرفتش تصور القصر نفسه، ما عرفتش تصور الحاجات اللي موجوده عندنا. عايزه اقول لكم معلومه مهمه، ان القصر ده بتاع البرنس نجيب شركس، اخر امراء المماليك في مصر. فبجد دي حاجه حلوه جدا ان احنا نشوف الحاجات الاثريه القديمه دي، القصور القديمه دي، ونخش جواها. حاجه بجد تحفه جدا. عايزه اقول لكم ان القصر دوت اتعمل فيه مسلسل نيلي وشريهان، طبعا اللي متابع هيبقى عارف. اتعمل فيه لقاء، محمود سعد دخل فيه، طبعا المذيع محمود سعد دخل جواه وصوروا حته حته من جوه. بجد كان لقاء ممتع جدا. اصلا كنت بتفرج على اللقاء ده قبل ما تجيلي الدعوه من اليوتيوب، لان انا كنت بحب اشوف الحاجات الاثريه بتاعت بلدنا دي. هنا بقى انا كنت واقفه على حرف المركب كده بصور، كنت مستنيه كل الناس كده تدخل، عشان عايزه اصور كده الجزء ده براحتي. طبعا في يوتيوبر داخلين فيه تعرفوهم، فيه متعرفهمش، فطبعا كل متابع حد هيبقى عارفه، هيشوفه كده يعرفه. ده كده البوابه الاولى للقصر، المدخل الاولاني. بصوا شكل الباب، يعني الحاجات اللي هي القديمه اللي احنا بنشوفها في الافلام بقى، او بنشوفها في الكتب، او بنشوفها في القصص. بجد حاجه وهم، والله العظيم التصوير مش مبين 1% من جمال المكان. بجد المكان وهم. شكل المباني نفسها رهيبة. آه يعني بجد احساس، حاسه ان احنا دخلت كده فجوة زمنية، رجعت كده بالزمن لورا كده فترة سنين طويلة. اللي هو لا، انا دخلت مكان غير الزمن بتاعنا ده. تحفة بجد. وعايزه اقول لكم ان القصر متاح فيه زيارات، ناس عادي تخش تزوره، بس طبعا ليه اوقات معينه، مواعيد معينه. انتوا بس لو كتبتوا على جوجل كده قصر جزيره الذهب، وعايزين تعرفوا اي معلومات عنه او تفاصيل او ازاي تزوروه، هيظهر لكم كل المعلومات عنه. وكمان في واحد مسؤول عنه، هتلاقوا رقمه على جوجل موجود. ده بتكلموه بيقول لكم بقى كل حاجه، ممكن تروحوا امتى وتروحوا ازاي، ويوصف لكم المكان بالظبط. لان طبعا اللي هيروح اول مره مش هيبقى عارف المكان، لان طبعا لازم الواحد يروحه يركب المركب، لان هو في الجزيره في وسط النيل. فلازم طبعا تكون عارفين المواعيد امتى، مواعيد يكون فيها مركب موجوده، والكلام ده كله. عايزه الفت نظركم لحاجه، ان هناك الاشجار بجد حاجه وهم. انا في اشجار شفتها اول مره في حياتي اشوفها، ومش عارفه ايه الاشجار الغريبه دي، وكل شجره غير التانية غير التالتة. بجد كل شجره ليها شكل وليها لون، شكل الورق نفسه مختلف. لا بجد حاجه وهم. الجاردن هناك، الحديقه اللي هو عاملها، حاجه بجد فوق الخيال. تحفة جدا جدا. والله اللي مش هيروح المكان ده فايته كتير من ان هو يستمتع كده بجمال الطبيعة الموجودة اللي هناك. حبيت كده اصور لكم كل جزء موجود في القصر عشان تستمتعوا كده معايا. المكان ده كده، السهم اللي جوه ده مكان ورشة العمل بتاعت اليوتيوب. والمكان اللي في الوش بقى اخر الممر ده اللي كان فيه الحفلة. بس انا حبيت كده ان أنا اصور لكم الجزء ده الاول قبل ما ادخل على جزء الحفلة، عشان اوريكم كده بس شكل القصر من جوه، وشكل الاشجار والحديقة اللي هو عاملها. طبعا ده اختيار موفق جدا من اليوتيوب ان هو يختار المكان ده في مصر. معنى كده ان اليوتيوب العالمي يختار المكان ده بالذات في مصر يعمل فيه حفلة، معنى كده ان المكان ده مميز جدا حتى عند الناس اللي بره، يعني اللي بره مصر. فحاجة كبيرة جدا وحاجة جميلة جدا. صورتكم كده كل الأماكن اللي من جوه، بس أنا حبيت أختصر لكم برضو عشان الفيديو ما يطولش عليكم قوي. وهعمل لكم بقى فيديو تاني بالحفلة نفسها، عشان طبعا لو حطيت الحفلة مع الفيديو ده هتبقى فيديو طويل قوي. فعشان بس ما حدش يزهق، هنا ده تفاصيل تجهيزات الحفلة والقصر من جوه. وان شاء الله الفيديو الجاي هنزل لكم الحفلة بقى نفسها كده بالليل. والجو بالليل بقى حاجة تانية خالص، لان احنا هنا كده جو بالنهار مع تفاصيل القصر والتجهيزات وكده. جو بالليل بقى ممتع ورائع رائع، بس جو تاني. فان شاء الله استنوا بقى الفيديو الجاي هينزل لكم حلو قوي. عايزه اقول لكم ان انا فضلت اصور في القصر تقريبا ساعه، يعني انا تقريبا واصله المكان على الساعه 5، فضلت اصور فيه لحد الساعه 6 او 6 وشويه كمان قبل ما تبدا الحفله بكتير. وانا عماله اصور التفاصيل الفظيعه، كل حاجه في القصر عايزه تتصور. هسيبكم كده تستمتعوا كده بجمال المكان. بصوا زي ما قلت لكم الاشجار والنخل مختلف ازاي. في الوقت ده اللي أنا كنت بصور فيه كان بدأت بقى في ناس بسيطة قوي تيجي تدخل كده على الحفلة على طول. قليل قوي على فكرة دخل صور القصر نفسه. في الحفلة بقى لما دخلنا طبعا كان في استقبال يعني حلو قوي 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 من الناس الموجودة هناك. طبعا كان ستاف
يعني فوق الممتاز. بيستقبل كل اليوتيوبر اللي جايين، كل يوتيوبر ليهم ترابيزه بيقعدوا عليها، بيقعدوا كده براحتهم، بيستقبلوكوا استقبال كان كويس في جدا. ويترز كتير جدا، كل تقريبا واحد مسؤول عن ترابيزه او عن ترابيزتين، اللي هو واقف بس مستني حد يقول انا عايز كذا، عايز ميه، عايز يشرب اي مشروب. ولو انت مثلا عايزه تقومي تختاري مشروب لوحدك، في كل انواع المشروبات تتخيلوها، سخن وساقع، كل حاجه موجوده. وطبعا كان في اوبن بوفيه. الحفله كان فيها فقرات كتيره جدا، فقرات حلوه قوي. كان فيها عبد الله العنان شارع العلوم، طبعا قناه على اليوتيوب مشهوره جدا وكبيره ما شاء الله. كان الحفله نفسها فيها فقرات، ان هم في فقره اليوتيوبر نفسهم يتعرفوا على بعض، يتصوروا مع بعض، يتبادلوا الاراء مع بعض، عاملين تحديات مع بعض. كانت الحفله تحفه، خاصة بقى فقرة التحديات دي، قنوات تتعمل تحديات مع بعض جوه الحفلة نفسها، فبجد جميلة قوي. حقيقي شابوه لليوتيوب العالمي ان هو عمل فكرة انه يجمع معظم اليوتيوبر المصريين في حفلة واحدة، يتعرفوا على بعض اكتر ويشاركوا بعض. حاجة حلوة قوي هو عاملها. وعايزة اقول لكم ان الفترة دي في برضو حفلة معمولة في دبي. كل بقى اليوتيوبر الموجودين في دبي هيحضروا الحفلة دي مع بعض، يتعرفوا على بعض برضو. يعني ان شاء الله اكيد هتشوفوها الفترة الجاية على السوشيال ميديا، اكيد هتنزل وهينزلوا عنها. وطبعا كانت الحفلة اللي في مصر دي اسمها لقاء المبدعين في مصر، يعني هو يعني جمع المبدعين من وجهة نظره، جمعهم في حفلة واحدة. اللي وصل بقى للجزء ده من الفيديو ما ينساش يحط لايك ويشترك في القناة عشان تشوفوا الفيديو الجاي اللي هنزله، فيديو الحفلة نفسها. حاجة وهم بجد، طبعا غير الفيديو ده خالص احلى كتير، عشان الحفلة نفسها تشوفوها كل الفقرات اللي فيها مصورها لكم. فاستنوني بقى الفيديو الجاي، ما تنسوش اللايك واشتراك في القناة وتعليق كده حلو زيكم. يا رب يكون الفيديو النهارده عجبكم كده واتبسطتوا واستمتعتوا معايا. واي حد عايز يزور القصر دوت زي ما قلت لكم يكتب على جوجل ويظهر له كل التفاصيل وكل المواعيد بتاعته، ويروح يزوره كده وهيستمتع جدا. بصوا بقى كده بشاير الحفلة بدأت تبان، السجادة الحمراء اتفرشت، الكشافات الحمراء بدأت تتعلق، وخلاص كده داخلين على الحفلة. ما تنسوش بقى زي ما قلت لكم اللايك، واستنوا الفيديو الجاي الحفلة كلها. مع ألف سلامة حبايب قلبي في حفظ الله.